خواتاتي كتشوى على اختي، كتشوى على اختي عافاكم جايو معاها خواتاتي كتشوى، خواتاتي جريت وشريت، خواتاتي دعوا معايا اليوم باقي انا كنجري، خواتاتي عافاكم، خواتاتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هي اليوتيوبر المغربية إكرام، كما شفتوا أنها في واحد الحالة هستيرية من بعد وفاة الأخت ديالها. إكرام اليوتيوبر المغربية اللي باسم القناة ديالها المرأة المغربية المكافحة من بعد معاناة طويلة مع المرض. تخيلوا معايا في هذه اللحظة هذه اللي الناس كاملة صايمة وفرحانة بالعواشر، للأسف هم عندهم جنازة قبل الإفطار بدقائق. والأمانة قد أمانته، لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون. وليداتها مازالين صغار، خلات وليداتها مع الأب ديالهم، فأكيد ما كاينش اللي غادي يتهلا فيهم ولا يراعيهم ولا يكبرهم ولا يوصلهم من غير الأم ديالهم، مازالين صغار. فصدمة كبيرة العائلة ديالها، خصوصا إكرام لأنها كانت كتقدم معها بعض من المحتويات ديالها، يعني فيديوهات كتبان معها كل طاقة إيجابية صحة وسلام، يعني كنا كنشوفوها أنها ما بات حتى شي حاجة، وإنما أكيد المرضى طغى عليها فقضى عليها للأسف. إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى ولو أنها تكون في السبيطار وطلب الدعوات ديالها بالشفاء وكانت في السبيطار، والأخت ديالها حطات بوست على حسابها الرسمي بالانستغرام كانت كتمنى لأن كاع المتابعين يدعيو معها بالشفاء، لأنها كانت في واحد الحالة اللي حرجة بزاف. لكن للأسف إنا لله وإنا إليه راجعون. والأمانة دا أمانته، تركات جوج ديال الوليدات أو الوليدات باقيين صغار بزاف. الأم ديالها في واحد الحالة هستيرية. تعازي الحارة العائلة ديال إكرام المرأة المكافحة، وكذلك الأخت ديالك الله يصبرك، لأن صراحة فراق الأخت صعيب بزاف، الله يرحمها ويوسع عليها.